خلاص يا جدعان كله جرب بشاميل وقال عليه جامد، فتعالوا بقى نشوف الحقيقه ورا الاختراعات الجديده بتاعتهم. وخلينا نبدا اول حاجه بالكرانشي تشيزي بتاعتهم، ودي المفروض مكرونه بشاميل بالفرايد تشيكن. الصراحه الشكل بتاعها تحفه، يعني دي البشاميل مش هتعملها لك مامتك، دي البشاميل اللي تعملها لك مامي. جاي معاها صوص جبنه يا عيني. عايز اقول لكم ان هي متروسه فرايد تشيكن من القلب. يمكن صوص البشاميل اللي هنا قليل، بس الفرايد تشيكن سبايسي، فعامله شغل جامد قوي مع البشاميل عموما. يا لهوي. هنخش بقى على تاني اختراع معانا، وهي البطاطا بالبشاميل. بتيجي في باكينج شكله حلو جدا، البتاعه سخنه مولعه. هو الطاجن صغير شويه جنب وشي الصراحه، انا شامم ريحه مسكره جدا. الشكل بتاعها حلو ودافيه كده في الساعه اللي احنا فيها. الله يا عبد الله. هي عليها طبقه كراميل، مديها البطاطا اكسترا تسكيره، اكسترا حلاوه، اكسترا جمدان. عاجبني قوي ان هي دافيه في الساعه اللي انا فيها دلوقتي. حلوه قوي 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 دي. فنخش بقى على اللي بعده، وهو صراحه نوعين بشاميل. انا كان حصل خناقه ما بيني وما بينهم في البيت، ان الناس بتقول ان البشاميل اللي باللحمه دي خطيره، وعندي النص التاني بيقولوا ان البشاميل هي اللي بالفراخ. اللي باللحمه دي ايه اي كلام. نبدا باللحمه الاول. ادي البشاميل اللي بالنسبه لي ده كده شكل البشاميل يا جدعان. يا نهار ابيض، بصوا اللحمه المفرومه اللي في القلب طالعه عامله ازاي. الله. التعصيجه بتاعت اللحمه خطيره. صعبت الدنيا على الفراخ. بس قبل ما نخش عليها بصوا بانيه يا جدعان. المخترع فكره البراند ده ست بيت. خش بقى على بشاميل الفراخ. جاي معاه صوص كده غريب، انا مش عارف ده عباره عن ايه. الله، برضو نفس الكلام. هم قللوا البشاميل وزودوا في الحشو اللي في القلب. اوف. هو عامه يعني بشاميل ده عنده فرعين، واحد في كامب شيزار والتاني في المندره. السمبوكسيه دي حلوه. سمبوسك محشيه بشاميل مع اللحمه المفرومه.